عرض لشراء شريف في الزمالك ولا في بيراميدز ولا فين؟ وتوقيع سوزا ديربي وليد الفراج وزعل محمد مصلحي وابو علي صفقات بيراميدز من فيوتشر. تعرف كل ده في فيديونا لما تكملوا للاخر. اهلا بيكم في حلقه جديده من اخبار الكره في كل مكان. قبل ما نبدا لايك للفيديو. نبدا باول حاجه معانا ان هو كابتن خالد بيبو قال لنا من بعض مصادرنا ان محمد شريف ماشي، ومارسيل كولر في زعل شديد ان محمد شريف يمشي ليه، والحكايه والروايه وهو مع كهربا مع عاملين دويتو حلو وبتاع. محتاجين محمد شريف مع كهربا مع صلاح محسن مع المهاجم الجديد. قلنا كل الكلام ده هتلاقيه بيتردد في بعض القنوات الرياضيه على التلفزيون، وهيقول لك انفراد. احنا لاقيين الكلام ده قبليه، وتشوف الفيديوهات عندك. وعن المهاجم سوزا والكلام ده، جوستافيو دي سوزا، هرفع لك الفيديو في حرف الاي عشان تقدر تطمن برضه. وتواصلنا مع مسؤول رفيع المستوى، قال لك ان في عروض لمحمد شريف للحصول على خدماته. محمد شريف الناس عاوزاه، وهو لا يمانع في الرحيل من النادي الاهلي. المفاجأة بقى هنا ان مستر مارسيل كولر يرحب ببيع اللاعب محمد شريف المخيف كما يلقبونه جماهير النادي الاهلي، وانتقاله الى اي نادي اخر. قال ما عنديش مشكلة مستر مارسيل كولر، طالما هيجي منه فائدة مالية والإيراد منه هيجي يدعم صفقة المهاجم الجديد والصفقات اللي أنا طالبها عشان يحصل على خدمات المهاجم اللي النادي الأهلي منتظره، عشان يحصل عليه مارسيل كولر، ونفسه يحقق كل اللعيبة القوية يجيبهم للنادي الأهلي. طبعا مارسيل كولر وحابب الفريق جدا. العروض وصلت إلى النادي الأهلي. خد بقى المفاجأة التانية، عرض فاتح جمرك اللي هو التركي ما كانش $1,000,000 ولا رفع العرض اصلا، ولا رفع العرض $1,500,000. عرضه كان $350,000 بس كده لشراء الموسم الباقي في عرض في عقد محمد شريف المخيف. ثم رفع العرض الى $450,000. ده كلام ممكن تبقى بتسمعه لأول مرة، عشان اخبار الكرة 21 هي اللي بتقولك على كل حاجة. اعمل لهم لايك واشتراك بقى. احنا كلنا بنردد الكلام التاني اللي بيوصل من امير توفيق والكلام ده، وده اللي بيقوله الاعلام المصري كله. انما انا بجيب لك معلومات ان النادي التركي تواصل $450,000 كاقصى حاجه، لان مفيش عرض وصل $1,000,000 لشراء محمد شريف. وان العروض اللي موجوده في النادي الاهلي من السعوديه عروض شفهيه كلها اتصالات بمسؤولين في النادي الاهلي، لكن مفيش عروض رسميه لشراء محمد شريف من السعوديه. واللاعب وافق على الرحيل، ومستر مارسيل كولر وافق على الرحيل اللاعب محمد شريف. طيب سوزا اللي الناس انتشرت النهارده انباء كتيره وكلام كتير على سوزا اللاعب البرازيلي اللي احنا قلنا لكم عليه من قبل كده. واظن انت الدقيقه الاولى في الفيديو وصل لك اشعار وصل لك قصدي في حرف الاي الفيديو اللي كنا بنتكلم فيه خاص عن جوستافي سوزا اللي قلنا عليه قبل كده، سبقنا وانفرضنا. اللي الناس كلها النهارده بتقول ان سوزا وقع للنادي الاهلي والكلام ده، وان الصفقه خلاص خلصت وسوزا جاي. سوزا مخلص مع النادي الاهلي من بدري، ومتفق مع النادي الاهلي من بدري. المشكله في جيم بوك. هو جيم بوك وافق ان جوستافي دو سوزا يجي النادي الاهلي. حتى الان لم يوافق النادي جيم بوك. وارد يوافق على نهايه 8 على اوائل 9 كده. ليه؟ هيبقى باقيله في الدوري خلاص هناك حاجات بسيطه ويجي بقى خلاص النادي الاهلي. نخش في خبر تاني، ان فيوتشر كل شويه تبيع لعيب لنادي بيراميدز، وبيراميدز اعلن النهارده عن محمود مرعي، وخلاص كده النادي الاهلي اغلق كل الابواب مع نادي بيراميدز للتفاوض معاهم او للتواصل معاهم في اي لعيب تاني. اللي هم خلاص هم بيبيعوا اللعيبه اللي كان عاوزها النادي الاهلي. حتى محمود مرعي كل اللعيبه اللي طلبها النادي الاهلي راحوا بيراميدز. حتى ما قالوش خد يا نادي الاهلي محمد رضا بوبو، لا ده الصفقه الثلاثه راحوا لنادي بيراميدز. فهنا غلق الصفحات مع نادي فيوتشر في صفقة يقال انها ب$100,000,000 او جنيه، والناس مش راضية تفصح عن قيمة هذه الصفقة، لكن هنجيب لك عقودهم لما يوصلوا لنا بإذن الله. لان انت بلغت في طلباتك مع النادي الاهلي، قلت $2,000,000 لمحمد رضا بوبو، والاهلي شايف ان دي مسألة عند مع نادي فيوتشر عاملها مع النادي الاهلي. في زعل وغضب شديد من النادي المصري ونادي الاتحاد السكندري ان هم مش بيبصوا المسؤولين في الكوره المصريه الى الانديه الشعبيه هتفلس، ما عاوزين يدعموا فرقهم كده يعني. احنا بنتكلم في ملف الانديه الشعبيه التي ربنا يسترها عليهم، فاحنا بنطالب ان التدعيم الانديه الشعبيه اكتر من كده، لانها بتدي روح للدوري
والاسكندراني بيبص على الفيديو ده ويتفرج عليه يعمل لايك، والمصري اللي بيحب المصري يعمل لايك برضه. احنا هنا قناة محايدة يا بيه. طيب الدولة عملت للاتحاد السكندري، مسؤول قال لنا ان الدولة عملت للاتحاد السكندري نادي وبيخش له من الأدوية أرباح كويسة يعني، وبتعمل النادي المصري استاد باسمه في مدينة بورسعيد. استاد داخل في رقم مليارات، ملايين المليارات. ويجب ان الدولة برضو تساعد نادي الاسماعيلي عشان ما عندوش اي حاجة يصرف منها على الفريق. فالفكرة قال في ارقام في لعيبة المصري البورسعيدي ولاعيبة الاتحاد السكندري تفوق النادي الاهلي. قلنا له بجد؟ قال لك اه بجد. لكن لما المصري يشتري واحد زي ممتاز كده زي مروان حمدي ب 20 مليون ولا 40 مليون، قال لك لان في ناس في المصري البورسعيدي وفي الاتحاد السكندري بتاخد عقود اعلى من النادي الاهلي، اعلى من النادي الاهلي. والاهلي ما عندوش العقود دي وبيفوز بخمس بطولات. اللي بيحب بقى النادي الاهلي يعمل له لايكات ويصلي على النبي ويصلي على نبينا المصطفى سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بالمناسبة لازم أحيي كابتن طارق العشري اللي قبل الشغل في نادي الاتحاد السكندري، وبدأ يدور على مواهب في المنصورة والمقص ودجلة وكده. هيعمل صفقات قوية للاتحاد السكندري إن شاء الله. نتبشر خير للاتحاد السكندري في اللي جاي. نقول بقى بدأت الأندية دي تدي أرقام ضخمة تفوق النادي الأهلي. يعني محمود علاء كان 10 مليون جنيه، ومهدي سليمان بياخد 10 مليون جنيه في الموسم الواحد. أما محمد شريف راس حربة وهداف النادي الأهلي بياخد 8 مليون جنيه. يبقى ازاي حارس مرمى بياخد 10 مليون جنيه في الاتحاد السكندري؟ مع الاحترام لكل لعيبة الدوري وكل الأندية. اللي بيتفق معايا في الرأي يعمل لايك، واللي مش عاوز يعمل ديسلايك، ما عنديش مشكلة. قفشه بياخد 8 في النادي الاهلي. ده الموسم الجاي بعد الزياده مش اللي فات. صاحب القضيه ممكن اللي ليه شعبيه كبيره. فالارقام اللي في الانديه الساحليه دي خياليه. وطبعا احنا واثقين كابتن كامل ابو علي بيدفع ويتبرع للنادي المصري من حبه للنادي المصري، وكابتن برضه محمد مسيح بيدفع للنادي الاتحاد السكندري ويدعم نادي الاتحاد لحبه لنادي الاتحاد السكندري. بكده نكون هنا الفيديو معاكم النهارده، وصلنا لاخر نقطه في الفيديو. وما تنساش تظبطوا لنا لايكات كتير وتصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، ونقفل الفيديو.